اهو. ما الحيطه كلها تسخنيش كام؟ البس، عندي هودي ليك سيلتكس. ماشي، ما خلاص، ما انت الحيطه كلها خضراء، مش محتاج انت حاجه تانية انا اللي هو. هلبس لك هودي السيلتكس. لا لا يا لبس دول. لي يا دول خلاص، يا دول، يا دول يخرب بيت كده، يا دول، يا دول الحلقه تلت ساعه، يعني هناخد 10 دقايق عشان نلبس انا وانت. A few moments later. هودي. ماشي، مستني. ايه 2 hours later. يلا حظك مش يا عم لاقيها. يلا يا عم، بقول لك الحيطه كلها خضراء. ماشي. يلا يا باشا. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل. يلا نهبد. ل- لظروف خالد الصحيه والكوفيد اللي هو فيه. قلنا نعمل حلقه كده ريموتلي يعني، وخلوا بالكم من نفسكم الفتره الجايه، الجو ابتدى يبرد. اه، خالد شم البرد كده على شميته طول اهي. بس وانا شميته. كنت عيان برضه، بس يلا الحمد لله. هو والله. كله عيان. لا يا عم، بس انا خدت الدور دور يعني. ألف سلامة يا خالد، اكتبوا لخالد ألف سلامة في الكومنتس. ربنا يخليكم يا جماعه والنبي. طيب احنا يعني بجد مبسوطين من الكومنتس اللي كل أسبوع تزيد عن الأسبوع اللي قبله. امم. فتعالى كده نبتدي بقراية الكومنتس قبل ما نخش بقى، عشان يعني في ليكرز تحت وسيلتكس فوق وحاجة جميلة. عندنا ماشي. موال قصة كل أسبوع. كارثه كل اسبوع، اتفضل. اقرا بس الكومنتس عشان نبتدي خناقتنا بتاعت الاسبوع. في نور سلامة على من مر صدفة فاستغفر فزادني حسنة وزادت حسناته. شكرا يا نور. شكرا. كريم ناصف، ايه الجمال ده. شكرا كريم. وفي احمد علي، في عامة اجماع ان في عايزين ناس، عايزين حلقات اكتر. ف- انا احمد مش علي ملاحق بيقول يا عايزين جماعه، حلقات. والله انا مش ملاحق. معاذ انتوا جامدين جدا. حبيبي يا معاذ. عمر خالد كيب جوينج داونلود مور ابسودز، نفس الكلام برضو. فيصل محتوى جميل جدا، اتمنى يكون بس مباشر. عامة احنا كل اسبوع بنقول لايفز. ان احنا عايزين يوم الاحد، ماتش يوم الاحد ده نعمل. ليه كل يوم حد والله بنقعد نقول ان احنا عايزين نعمل اسمه ايه ده لايف، وندخل الناس ونقعد نتفرج على الماتشات البدري دي، وما بنعملش طب حاجه يا هو محمد. يوم الأحد فيه مين؟ 10:30 سانز. هو النكس بيحطوهم ما اعرفش كل والله. أسبوع بدري ليه؟ ما عشان عارفين في الناس ما إيه؟ بتتفرجش. فؤاد عصام ليكرز هترجع وهنروح بلاي أوفس. ماشي. أحمد حسام، إيه رأيكم في هبوط مستوى الوريورز في ظل تألق ستاف؟ تعالوا نبقى نتكلم فيها، دي سؤال حلو. مم. أحمد صديق، كتروا الحلقات يا رجالة، أجمل مسا، أحلى مسا عليك يا أحمد. حبيبي. وسيف بقى بيقول لك، سيف خالد بيقول تعالى شجع السبيرز معايا يا خالد، يا ريت تكملوا يا شباب وتقدروا تبقى حلقتين في الأسبوع. فموضوع هشجع السبيرز ده يعني السبيرز. بشرها انا مش ناقصة انا قتلة. اسف يعني بس. حاضر حاضر والله، لا حتى ده السبيرز ايه. أكيد أحسن يا منكم عم يعني، سبيرز بس ال 13 واحنا ال 14، فرق مركز. ما أحسن منكم. أحسن يا منكم. عم كلها جيمين ولا حاجه وتلاقيهم محصلين، لا هما فرق ما بينهم وبينهم يا نهار ابيض 3 جيمات. لا لا، أنت دول حتى احسن منا الوريورز بثلاث اللي كنت جيمات بتقول ممكن الوريورز تحت معاكم برضو، يعني هما زيهم زي السبيرز تقريبا. يا نهار اسود. ده ليه تفتكر كده كده؟ المشكلة فيك يا خالد؟ اه، هي المشكله فين؟ المشكله فيها فعلا. يا نهار ابيض. طب ده مش بس حلوة طبيعي. الجيرزي، حلوة الهودي اللي أنت لابسها دي يا خالد. كلنا مع بعض يا جماعه، لا لهبوط الليكرز يا جماعه والنبي، لا لهبوط الليكرز والنبي. شكرا على الدعم بتاعكم الفترة دي، ويا ريت بقى يعني كومنتس، زودوا في الكومنتس برضو أكتر كده، وخلونا يبقى الموضوع رايح جاي، ما بنتكلمش في اه نفسنا بالظبط. كده. بس فاحنا هنجاوب على سؤال أحمد. خلينا ندي ريكاب كده ولما نوصل للوريوز يعني. الأسبوع ده يعني السلتكس الأول، ولعبوا ماتشات صعبة وكملوا وداسوا عدوا فوق الباكس. يا الباكس لهوي. يانس قعد ماتشين تقريبا ما بيلعبش. مم. ماتشين أو ثلاثة، بقاله 3 ماتشات مثلا، يعني هو الأسبوع ده ما لعبش خالص يعني. كنت بلعب كوتي في الفانسي وكان عنده يانس وما لعبش، وعديته كسبته في آخر يوم.
يا عيني يا رب. ان هو كسبان طول الاسبوع، كسبته في اخر يوم. جارلاند جاب 50 بوينتس، اه ال 50 10 بوينت جيم. تمريرات. اه. ده زياطك، ده زياطك. بس السؤال بقى بمناسبة الموضوع ده، مش ملاحظ ان احنا بننحس اي فرقة اه نتكلم عليها؟ انت شفت الكافز بقى عاملين ازاي دلوقتي؟ اه، خسرانين الكافز خسروا اخر خمس جيمات 5. ورا بعض. ليه يا محمد بجد والله؟ اتكلمنا ان هم هيكسبوا البطولة الاسبوع اللي ليه فات. بجد والله؟ ده كانت الثامب بتاعتنا الحلقه اللي فاتت. اه، اتكلمنا ان آه، هم مرشحين يكسبوا البطولة وبتاع مش عارف ايه، هوب دول كيك خسروا 5 ورا بعض. طب هل تفتكر اللي احنا بنعمله ده ما هو مش مؤثر في السلتكس لحد دلوقتي؟ هل هيجي قدام عليهم؟ يعني على حسب الاورجنايزيشن ونجاستها يعني. فاحنا نكسين قوي فعدينا القصص دي خالص. لا انتوا بالعكس، انتوا اورجنايزيشن احنا دلوقتي بقت نضفنا. طاهره. اه انتوا نضفنا. اتنضفتوا، انتوا بس لازم تخلصوا من بليك جريفن ده وهتبقوا زي الفل. صح. والله هتبقوا زي الفل. بمناسبة النجاسة، كان في حاجة كده بعتها لك بتاعت دي أندري جري، اسمه ايه ده، دريمون جرين، وهو بيقول انت لأندرو ما ويجنز تستحماش دي، صح. ما منتنين، ما اهو النجاسة اهي عشان انتوا كده بيخسر مبتسمين اهو. اهو. أو ده إجابة سؤال أحمد أهو، يعني للي مش لا بقول عارف. لك ايه، على اجابه سؤال احمد على الوريورز دي ليها موال تاني، عشان يعني في حاجات لا، هي دي بتحصل الإجابة كده صعب. اهي. في حاجات كده هو بتحصل للي مش غريبه، عارف. يعني ستيفن كاري لما يحط 50 بونت ويخسر، دي سفاله، دي سفاله والله. للي مش عارف اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، دريمون جرين قال لأندرو ويجنز كان هو ماسك ليبرون، فقال له انت ما تستحماش بعد الماتش علشان دي ريحة الجريتنس ومش عارف ايه، فلو تعرف تحط الصورة هحطها حاجة معفنة. حاجه نتنه نتانه. وانا انا اصلا لما بصيت على الصوره انا قلت اكيد ميم، يعني اكيد حد بيعبث بالسوشيال ميديا يعني. اتضح ان الموضوع عبس. بجد. ده ايه الهبل ده؟ ف خلينا نرجع. طيب فقلنا سلتكس أول في الإيست، تاني ملواكي، تالت أتلانتا، رابع كليفلاند، خامس تورونتو في الحتة دي قاعدين من أول موسم كده، ما تفهمش، يعني بيكسبوا فرق جامدة يكسبوا جيمين يخسروا واحد كده، يكسبوا ثلاثة يخسروا واحد كده يعني. بيلقطوا رزقهم يعني. فرقة غريبة. والغريب إنديانا السادس دلوقتي، والويزردز السابع. هتنزل. شفت التو جيمز اللي ورا بعض اللي امبيد حط 50 بلس فيهم. الواد خطر. آه. من ماتشين اعتقد هم ابتدوا يكسبوا عامة فيلادلفيا، يعني كسبوا هما الماتشين دولت اللي هو حط فيهم 50 بلس هو كسبوا ما فيهم. هو جوال امبيد هو لما بيلعب هم بيبتدوا يكسبوا. مفيش حاجة من السنة اللي فاتت كده برضه. جيمس هاردن ده بني آدم لا يعتمد عليه، هو لسه هو مصاب ما بيلعبش، بس هو يعني فرقة امبيد بس مش أكتر. بس هو كان ماشي كويس أول يعني يعني كان ماشي في الأول الأول. كويس بس ما بيكسبوش. الواد ماكسي هو هي اللي الفكرة. جامد قوي. هو بس أنا مش عارف يعني الفرقة أصلا الديفenس بتاعها وحش أوي، يعني هي دي امم مشكلتهم يعني. ميامي شفنا كانوا بيلعبوا السانز الأسبوع ده، شفنا البلوك بتاع جيمي باتلر على ديفن بوكر. على ديفن بوكر، كان مبسوط قوي ينزلها بوست عنده بتاع، امم نزل ريل. بروكلين زي ما هم 11، وشفت شفت كي دي طلع شفت شرد الفرقة ازاي. خسروا من الليكرز. يعني دي لوحدها من اصلا كده مهزله اصلا. شفت هو طلع شرد الفرقة ازاي. انتوا وقعد متوقعين ايه عادي يعني. الستارتنج فايف بتوعنا؟ قال اسامي قال اسامي قال اربعة معاه اسامي اربع لعيبه. وانا وقال لك ايه، وانا ولما لما هيخسروا هيبصوا لمين؟ ما هيبصوا لي انا. كده. ما بيقول لك شاء الله يعني. عليك يا ابني، ما شاء الله. والله بقول. انا قلت الراجل حاجة ده ايه. لتاتة. لتاته بس. لا بجد حاجة يعني. طب انت لما قلت كده انت منتظر من الفرقة اللي معاك دي يعني يلعبوا ولا حاجة، ازاي؟ هو ما بيشجعهمش ولا معنويا ولا في الملعب ولا أي حاجة. بس اسمه بس إيه ده؟ كايري بيروح يلعب الحد. يوم الأحد المفروض. المفروض هيرجع الحد، ما أعرفش بقى الرومر دي صحيحة ولا لأ. اه لا، هي اصل هو انا زي ما بقول لك يعني مش عارف، كنت بتكلم مع واحد صاحبي من كام يوم، كنت بقول له بص ما دام ليبرون طلع اتكلم في موضوع كايري ده، يبقى فكايري ده كده راجع كده هيلعب بالظبط.
ليبرون ما يعني لو تفتكر موضوع الصين اللي حصل ده، عمل قطة وما اتكلمش وبتاع، فاكر؟ هو عامة في الحاجات دي هو بياخد باله قوي، هو من أكل عيشه، فاهم؟ اصل هو كلمة ليبرون دي يعني مهمة جدا، آه. يعني يمكن اكتر من أنا ادم أول سيلفر نفسه. فأنا أول لما شفت ليبرون كتب كده، فإن هو ده طلع دافع عن كاريو بتاع، فاللي هو لا الموضوع خلص وخلاص، هو بقى اللي هو أنا رواق، أنا كنت معاكم على فكرة، هو فاهم. بس آه، ف- بمناسبة البروكلين نتس، كابتن بن سيمنز حط سيزن هاي يا محمد، سيزن هاي كام بقى، كام يا خالد؟ 15 بونت يا محمد، ما شاء الله. والنتس كسبوا. ماشي، ما نشوف يعني هيعملوا ايه اصلا. بس فرقة ما شفت فيهاش حد الحلاوة. اصلا. فرق واحد واحد عندهم كيفن دوران، ده المفروض احسن، المفروض هيبقى احسن سكورر في التاريخ، وبيطلع يشرد لهم واحد بيكلمهم بالطريقه النتنه دي. انا مش عارف والله هم ناقصهم ايه تاني يعني. ولو كاري رجع يعني انا مش حاسس ان برضه يعني هيبقوا ثريت ولا حاجه، ولا مش حاجه، حاسس. هيحط اول ماتشين هيرجع فيهم مثلا 40 و50، والتالت هيحط حاجه و30، وهيخسروا اتنين منهم مثلا. عارف، لا يعني ما فرقه فيها كل حاجه غلط في العالم، هم محتاجين يفوروا الفرقه بقى. طيب سؤال الحلقه، لو فوروا الفرقه يسربوا العيال يودوها فين؟ مين يروح فين؟ يودوا يودوا اسمه ايه ده، يودوا كايري الليكرز. بمين؟ ياخدوا راسل ويسبروك، يعملوا بقى ايه، تجمع يعني هو تاني لو جالكوا يعني هو كده الفرقه يعني خلاص يعني لا لا خلاص، خلي خالص. خلي راس، خلي راس هتقعد يعني هتضيع المستقبل. التو بيكس اللي هو بتوعكم اللي انتوا وحشين اصلا، فيعني هيبقوا تو بيكس كويسين. ده على فكرة كل الفرق طمعانة في التو بيكس بتوعكم دول بجد. وعلى فكرة انا مشكلتي ان احنا اصلا ما بنعملش حاجة بالبيكس بتاعتنا. احنا البيكس دي بنجيب اللعيبة، ممكن نجيب لعيبة كويسة جدا وما بتقعدش. طب ايه لازمة ابوها؟ ايوه، ما انت عشان تجيب ليبرون وايدي فانت خلاص، انت الاتنين ايوه يعني انت ماشي، عندك ما برضو ليبرون خلاص. نفس الكلام هيحصل في الحاجات اللي جايه. المستقبل مثلا هتلاقي ليبرون هيبقى عايز خلاص هيتقاعد في السنتين الثلاثه الجايين دول. انثوني ديفيس ماشي بالطريقه اللي هو ماشي بيها دي، يعني انا شايف ان هو فخدته هتقع منه في اخر السنه. هيقعد بقى خلاص، كفايه عليه قوي كده. حواجبه هتقع. والله حاجه صعبه. بس وراسل ويسبروك يعني كتر الف خير الصراحه، بس يعني لا كتير كده. الراجل بيحاول والله، يعني حاول. نحييه على انا المجهود. بصراحه والله انا ما بتضايقش من راسل ويسبروك والله. والله بحس ان هو على الاقل بيحارب في الملعب. حاول والله يعني حامي كده فاهم، بيتضايق حامي كده. بقى يعني بيفايت على الملعب وبيفايت على كل بوزيشن وبيلعب، يعني في على وهو الاقل بيقعد شويه. يرقص بقى قبل الماتشات وبعد الماتشات وبيعمل سيلبريشنز ملهاش لازمة، بس بيحاول. على الاقل بيحاول. ماشي، فخلينا الايست التعبان ده خلاص يعني، ما احنا اورلاندو تمام. بس على فكرة انديانا الروكي بتاعهم جامد جامد فشخ. يعني هو مم. بيأفريج 20 points per game. بنديكت ماثرين بيأفريج 20 points per game، 0.1 اسيست، فهو روكي من اصغر روكيز بتوع السنة دي يعني. فهو بس فاهم هو الدنيا متاحه عنده قوي في انديانا، مفيش حد بيلعب قوي يعني. هو بس الفرقة على فكرة، ما في بادي هيلد وفي في هاليبرتون بادي يلد وفي وفي مايلز الواد مايلز تيرنر. اه هاليبرتون يعني. لا هاليبرتون اصلا بقول برضو. لك هي فرقه صغيره وحلوه قوي. ما هو الفكرة، ما هو عشان ما هو برضه هاليبرتون برضه بافريج 20.6 بوينتس و امم 10.4 اسيست، دبل دبل يعني. ف اه فلا احنا عايزين واحد زي بادي هيل ده مثلا، ناخده نعلمه الشوط، نعلمه ازاي نسيه يضيع. الشوط، بيعرف شوط دلوقتي. والنبي ثواني عشان احنا في شغل دلوقتي يا حاجة. يلا حاضر، ماما بتحييكوا يا جماعة. بس الايست يعني هذا بس، يعني بما ان انديانا السادس فعشان كده انا حبيت نتكلم يعني عليهم سريعا يعني. مش من فراغ يعني ان هم سادس. هو هم عامة قريبين من فرق جيم بينهم وبين فيلادلفيا وميامي مثلا وبروكلين، يعني كلهم فرق جيم. بس مم. برضه يعني ما عندهم ويننج ريكورد يعني 7-6 فاهم. حاسس ان الايست عامة كومبetitive اكتر من الويست السنة دي كتير. ايه يا عم،
لا والله، اصل لا انت لا لو تبص على الارقام كده الدنيا فيها ايه. لا، يعني يعني انت اولا في عندك دوك. الحد التاسع. لا، انت عندك الحد التاسع في الويست ويننج ريكورد، انت عندك في الايست اه. الثامن يعني، بس هو كسبانين اكتر الناحية التانية. ف امم هو بس اورلاندو لا يعني وشارلوت وديترويت، يا ساتر يا رب، محطوط عليهم جامد قوي. اه ولامالو راجع بس لسه يعني المكنة ما لامالو اشتغلتش. رجع، وبعدين في داس على رجل حد قاعد بره فان، ولوى رجله تاني، جاله سبرين تاني، اه حظ امه زي الخرا. بس يلا بقى يعني، اصل فرقة حزينة يعني، فرقة وحشة قوي يعني ما موضوع الكوتش تشينج اللي عملوه ده يعني. مم. راحوا جابوا كليفورد. كليفورد ده اصلا ديفensive كوتش، والفرقة كلها ما فيهاش ولا واحد ديفندر ولا اصلا في واحد ولا الفرقة واحد كلها. عايز يلعب ديفenس اصلا. فيعني كانت ال- موف غريبة قوي، ومع ان الكوتش بتاعهم كان ماشي، انا حاسه كان ماشي كويس. الفرقه السنه اللي اللي فاتت هو اصلا اللي كان عاجبني فيها هو الدويتو بتاع لاميلو بول ومايلز بريدجز. مايلز بريدجز دلوقتي اهو الله اعلم بيتسجن ولا ربنا يفك السجن. بيعذبوه جوه ولا بيعملوا فيه ايه. خلاص الفرقه لا ما لا بقتش مش هيتفك. تتبص عليها اصلا. دفع دفع لمراته او اه. الاكس بقى دلوقتي، دفع لها وقاموا القضية. بس هو اندر بروبيشن وحاجات كده. هيقعد 3 سنين يعمل بقى الحاجات الكوميونتي سيرفيس وحاجات كده. 3 سنين. بس هو مفيش فرقة هتعوز تجيبه دلوقتي ايوه بالظبط، بالمنظر بس ده. هو خلاص هو كده يعني. بنخش على الوست سريعا. بورتلاند الأول يعني 10-5 ماشيين برضو. مكيفيني قوي بورتلاند دول والله، قوي. شفت شفت اسمه ايه ده نيركتش، هو بيقول لك ايه دي، قاعد يعمل له كده. شفتها؟ شفتها. شفتها ما. قاعد يعمل له كده في الأول، قاعد يعمل له كده وبعدين تفتكر كان يقصد ايه بالكلام ده يا خالد؟ دي حاجات هنبقى ننزلها بعدين. بس كانت في اللي هو انتوا بتعملوا ايه يا شباب بس في يا والله يا ابني ما بقتش اعرف، هما بقى الليج بقى غريب قوي والله. الليج بقى غريب قوي. شفت طيب اسمه ايه جا هو وجراند ثيفت الفرادو. شفت السيل اللي في ظهره ده؟ انا بقول لك ايه، انا اظن ان هو كان عارف البلاي، كان عارف ايه اللي هيحصل بالظبط. قال بقى ايه، انا استخدم عنصر المفاجأة، انا هديله ظهري وهخزوقه في الاخر. يا نهار ابيض، ده لقط الباصه كده ازاي، والتايمنج كده ازاي، وايه الهبل ده، ايه الهبل ده. لا أو يعني بجد الاتنين بيعملوا زي، سواء هو او الفارادو بيعملوا سيلز ما حصلتش في التاريخ يعني. بجد والله، ده عبط، ازاي انتسبيت حاجه زي كده اصلا، ازاي. برضه في نفس الجيم شفت الدنك اللي غير ايديه في الهوا ده، اه وراح لا، وراح بتغير حاططها هوب. من الناحيه الشمال، ايه يا عم في ايه ده. وهو والفرادو قاعدين هما الاتنين كل شويه ايه، ده يقعد يقول له كده، ده يقعد يقول له كده، وده مش عارف ايه لا لا لا، الكومبيتيشن كانت حلوه جدا. انا الماتش اصلا كان بقى حلو في الرابع استغربت، انا ده. كنت قاعد بتفرج وبعدين نمت ومش عارف ايه بقى، تاني يوم قلت بيليكنز ازاي كسبت ماتش زي ده. من ماتش غير كان حلو قوي. زايون كمان. امم بس اللي مفاجأة يعني، او اللي عاجبني قوي، هو كده كده لعيب جامد فشخ يعني. اسمه ده سي جي ماكولم بقى بيلعب بوينت جارد السنة دي، يعني هو طول عمره شوتنج جارد جنب ديم. يعني امم بيلعب بوينت جارد، يعني اجيب لك الافريجز بتاعته دلوقتي. آه، هو اصلا اولا غير، هو كان طلع اتكلم قال انا طول عمري بلعب يعني حته البوينت جارد دي فيا انا، مش لسه هتعلم من اول جديد ان انا العب بوينت جارد وكده. فهو قال الافريج سنه اسيست السنه دي، ما هو بافريج. سي جي اصلا، وهو في هاي سكول كان 5'10 تقريبا ولا 5'8، حاجه يعني قزم بمعنى الكلمه. يعني لو جبت لك صوره ليه وهو بيلعب، هو حاجه قد كده، واللعيبه قد كده ما شاء الله. ففجأة لما دخل الجامعة وكده، دوري الجامعات وكده، فجأة نط غير طبيعية. فهو كده كده عارف ان هو بيلعب بوينت جارد كويس، بس هو الفكرة ان هو يعني بقى ابتدى يلعب اكتر علشان ما فيش ديميان ليلر. وقال انا يعني الحاجه من الحاجات اللي قالها، قال انا مش هتلاقوا فيه تيرن اوفرز من ناحيتي كتير عامه. امم و... وقال الافريج سنه اسيست في اخر السيزون، هو لحد دلوقتي افريج كارير هاي 6.6 اسيست. ف استنى efficient قوي حته ابن التيرن اوفرز دي اللذينة. عشان ايه. efficient قوي ابن اللذينة. افريج 2 تيرن اوفرز بير جيم. ف
يعني فاهم، فالاسيست عليت والتيرن اوفر زي ما هي، هو الكارير افريج بتاعه تقريبا 2 اسيست بير جيم، يا 2 نهار اصلا ابيض. تيرن اوفرز بير جيم. فاهم، فهو يعني عمال اصلا في كذا ماتش سواء عندي ديفنس، في كذا ماتش بيعدي ال 10 اسيست. فهو اعتقد انا مقتنع ان هو على اخر سيزون هتلاقيه بافريج قريب من اسيست يعني. فبرضه عامل سيزون حلو قوي سي جي يعني، مم. وهو من اسباب يعني ان الباليكنز اعتقد في التوب 5 مثلا، هم مم. الخامس كسبين اخر 3 ماتشات، اه ومنهم ماتشات من غير زايون. لا، فرقة حلوة أوي. السنة دي فرقة حلوة أوي. يوتا يوتا خسروا اخر 3 ماتشات ليهم. ما كنتش عايز أفتح السيرة بس دي كسبوكوا بس كسبوكوا. يا محمد. أنا خلاص، أنا بقيت عارف أي خرارة ماشية هتيجي تعدي على الليكرز هتكسبها. ما خلاص عديها. يجي بقى لحبيبنا لوكا. احنا في لوكا وفي اس جي اي اللي عمالين يجيبوا كل واحد فيهم كل شويه يجيب جيم وينرز. مم. شاي فيليكس الكسندر كل اسبوع ليه جيم وينر او اتنين يعني، مش فاهم. لا لا، هو الواد مرعب الصراحة. يعني هو مش موست امبروفد، هو ام في بي كونفرسيشن دلوقتي. لا، هو مش موست امبروفد. انا قلت لك المره اللي فاتت هو مش موست امبروفد، لان هو من السنه اللي فاتت برضه هو بيبدا عامه برضه بنفس الطريقه دي. السنه اللي فاتت برضه حط كام جيم وينر في الاول، وحط واحده مش عارف تقريبا من نص الملعب وحاجه. يعني هو ده دايما. بس هو السنه دي لو يقدر يكمل كمان بعد الاول ستار بريك، يعني يبقى زي الفل. هما بيقعدوه علشان اللي هو خلاص بقى احنا هنكسب كده، فاللي هو اقعد بقى، تعالى اقعد عشان نخسر. يعني ما اعرفش. انا نفسي ان هم يكملوا بصراحه. اصل هم مش محتاجين حاجه تانية. هم كده، هم معاهم الدرافت كله اصلا. هم اصلا اسمه ايه ده الجيم اللي فات خسروا من الروكيتس 101 92. انا كنت هقول لك، لا ما هو آه، الكليبرز ده كان هم الكليبرز. كسبوا الكليبرز. ودونتش حط 35 بوينت. هو بيافرج 35 بوينت السنه دي صح؟ اه لا، ده لسه ما خرافه. نزلش عن ال 30 من اول لا، السيزون هو صح؟ من اول السيزون هو ما نزلش عن ال 30. فخلينا نرجع. فلوكا كسبوا جاب جيم وينر الاسبوع ده للكليبرز، وزي ما قلنا هو بيافريج 35 بوينت، فما نزلش عن ال 30. مش عارف بقى، هو كان عدى رقم جوردن، معرفش بقى، كان في حد تقريبا ويلت هو اللي فاضل له تقريبا تقريبا ويلت حاجة هو كده. الوحيد اللي هناك. هو أي رقم يعني اي كده رقم هتلاقي خرافي ويلت هو. دور على ويل تشامبرلين. هو الفكرة إن هما يعني الماتش اللي بعد الكليبرز قال لك عشان لوكاس لو ابتدى بيبان عليه إن هو عشان بيلعب طول الماتش وكل امم الأوفنس بيعدي من عليه، اتحسن ديفensively. قال لك نريحوا ماتش الروكيتس بقى، أوحش فرقة في الليج، راحوا مخسرين من الروكيتس. تخيل الروكيتس أوحش منكو يعني. الروكيتس اوحش منا بماتش على فكره، ولا حاجه عبيطه قوي. هو انتوا بجد انتوا 3 يعني، انتوا ما كسبتوش غير 3 ماتشات. هو انت مستغرب ليه؟ طب يعني زياد اللي كان بيقول لك تشجع السبيرز، يعني بجد هو السبيرز كسبين دبل الماتشات بتاعتكم. لا، انا بقول لك فرق ما بيننا وما بينهم 3 ماتشات. فلا بس هم لعبوا 3 ماتشات ازيد، هم لعبوا 3 ماتشات ماشي. ازيد انا الصراحه. بقول لك دلوقتي احنا الليكرز اصلا بقى لها 4 ايام ما بتلعبش. هم تقريبا قال لك نسيبهم يعملوا معسكر كده ولا حاجه، معسكر يلموا ايه؟ نفسهم. لسه كنت شايف لسه كنت برضه كنت فاتح السوشيال، لسه كنت فاتح انستجرام برضه من شويه. ببص لقيت ليبرون عامل اجتماع ما بينهم في الملعب كده، واخدهم هادل. بيقول لهم تريد سيزون از upon us. ما هو المفروض يتريد نفسه بقى، هو نفسه يروح فريق تاني بقى خلاص. يقول لهم انا شكرا يا جماعه، كفايه عليا قوي كده. انا انبسطت، قعدت 3 سنين في لوس انجلس، ويعني مصيف كفايه. 24 ساعه، والعيال انبسطت والوليه انبسطت. شكرا. ارجع بقى ايه؟ اروح اي حته تانية. طيب تعالى بقى لأهم حته، الوريورز بقى. انت مم. ايه شايف، ايه سبب نكسة الوريورز؟ نكسة الوريورز البنش. جوردن بول في ماتش لعب حلو قوي، الماتش اللي بعده تقريبا ما جابش حاجه. في ماتش حط فيه 35 وكسبه. تمام. الماتش اللي اللي بعده قبل ده، ما جابش. الماتش اللي بعده يعني ما شفتوش. جاب 3 بوينتس حاجه كده، جاب حاجه اه، يعني سنجل ديجيت كده. حاجة حزينة قوي يعني. بس هو اتضح ان هما فعلا شافوا انه جيمس وايزمان مش نافع، فرجعوه الجي ليج.
يعني حرام والله، الواد صعبان عليا ان هو يبقى توب بيك ويبقى يعني سنتر اصل بالحلاوه هو دي كلها. اتاخد قبله يعني. هو كان السكند بيك صح، فلاميلو كان بعده. تقريبا. اه لما هو كان سكند لا. بيك، لاميلو كان بعده. اه. انثوني ادوردز كان هو الفيرست بيك وهو كان أمم. السكند بيك. بعدين لماله الثالث. فيعني انا صعبان عليا ان هو والله كل الحلاوه دي والسنتر العظيم ده وينزل الجي ليج. يعني حرام والله، حرام. هو مش نافع مع الوريورز خلاص يعني. يعني قولوا ان هو مش نافع وهاتوا حد تاني مش مشكله، بس الواد لازم يلعب، لازم يلعب في الان بي، ما ينفعش يلعب في الجي ليج كل ده. مش حاجة حزينة الصراحة اه بقول لك يعني بجد والله ويست اوف تالنت غير طبيعي. هو في سيستم غلط يعني. اه هو بالظبط، هو في اعتقد هما سيستم كانوا غلط. بيفكروا زي ويسبروك، يعني ويسبروك في فرقة تانية هيبقى احسن من كده بكتير، وهو نفس الكلام. تفتكر يعملوا تريد ده بده؟ ما اظنش خالص. راسل يعني ويستبروك مثلا انا محتاج شايف لعيبه ويسبروك ده يعني، محتاج اربعه كده يعني يبقوا خدامين عليه. حرام عليه. اه بالظبط. اه يعني احنا الاربعه خدامينك يا باشا. احنا حضرتك عايز اسيستات، حاضر يا باشا نقطع لك على الباسكت، حاضر حاضر. عايز ريباوندات، حاضر نبقى اعمل لك بوكس اوت للرجاله والله وانت والله تبوتر. بجد، ويسبروك لو راح يوتا بجد والله العظيم ممكن يبقوا فرقة خطر ممكن والله. يبقوا كويسين. اه اصل لا الاربعه يعني مش ممكن هيخدموا عليه خالص. لا ليه؟ اصل اللعيب يعني ما فيش حد فيهم اللي هو يعني ماركنن عادي يعني اصلا لعبه كده كده مش بول دوميننت يعني فاهم. مم. ساكسون بيجي اوف ذا بنش. كالي اولينيك برضو بيلعب حلو قوي برضو نفس القصة عندهم. ما تصدق اسمه ايه والله ده؟ والله والله وجهة نظر. والواد جوردن كلاركسون برضو مش يعني هو هو اكتر واحد بيبقى عايز الكرة السنة دي، مش عايز الكرة خالص. بس لو طلع للبنش فاهم، لو طلع للبنش عادي برضو بقى اه والله. هو تصدق والله فكرة. ساكسون. وكيلي اولينيك ده ممكن يبقى زي ستيفن ادمز بوينت 2. اصل بص يعني مثلا نفترض اقول لك حاجة، انتوا لو مثلا تعالى كده نشوف تريد لويسبروك هو في يوتا. مثلا لو جالكوا ساكسون مثلا حلو والله. وكونلي. جاكسون وكونلي مثلا اعتقد الفلوس كده هتبقى تمام. جاكسون وكونلي مثلا بويسبروك تبقى حلوة. والله والله تريد مش وحش. لو جابوا جوردن كلاركسون برضو هيبقى حلو. ساكسون وكلاركس. ساكستون وكلاركسون والله بس هو حلو. اصل هو كونلي او كونلي، وممكن بقى كونلي وكلاركسون مثلا. بس تبقى تريد حلوة للناحيتين. والله وجهة نظر. يبقى هما خلصوا من كونلي عشان كبير وبياخد فلوس كتيرة وبتاع، وراح الليكرز فاترن برضو هيبقى مش كبير على مع تشامبيونشيب كونتندر. اصحابه الكبار. نفس السن كده اه. اه صحابه الكبار ما فرقتش كتير. وكده كده كلاركسون كان في الليكرز قبل كده وبتاع، وهيبقى مبسوط هناك في LA اه وكده. بيرجع عليه كده. بس ويسبروك بقى هيبقى عنده ماركنن، اولينيك، اسمه ايه ده، ماليك بيزلي. عنده الشباب دي كلها تخدم عليه كلها. والله. لسه كنت بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك من شويه، معرفش شفته ولا لا. انا ما شفتوش والله، نسيت خالص. انا كنت عايز كويس اتفرج انت على ما الماتش. شفتوش. هو كده كده كان الاهلي كسبان عشان المرتبط كسب الماتشين. بس هو الفكره ان اكتر حاجه غريبه شفتها في حياتي حصلت. مم. يعني لو سمحت تحط دي في حته في الاول كده. يا- ملهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني بجد حاجة غريبة أوي. ايه اللي حصل؟ المراقب بتاع الماتش طرد أوجوستي وطرد مرعي عشان الجماهير بتشتم. الجماهير بتشتم، بتضرب المدربين ليه؟ مش فاهم. طرد مرعي وطرد اوجستي. طرد أوجوستي في الأول. أوجوستي أصلا اتجنن، راح قعد بقى على الترابيزة وقعد يتجنن عليهم ومسكوه بقى وبتاع مش عارف ايه، بجد يا اتجنن. نهار أصل هو ابيض. تكنيكال يعني الجماهير بتشتم. هو الجماهير بتاعت الأهلي والزمالك عاملين يشتموا في بعض. قام طاردين اوجوستي. بعدها بشويه جماهير الزمالك كملوا شويه تقريبا، قال لك انا ايه ده، ايه اللي انا عملته ده؟ طردت اوجوستي. طب ما الزمالك هيزعلوا مني، طب يلا نطرد مرعي. مرعي بقى راح هوب برضه راح مديها شتيمه فاهم وبتاع، وراح طالع بره. قعد في المدرجات. اوجوستي مشي خالص. دي وطردوا العشوائيات. برضه والتر هودج. دي عشوائيات الدوري المصري. طردوا والتر هودج ليه؟ لا لا دي كانت يعني كان في فاول كده، هو عزب ضربوا في بعض كده وبتاع، وقعدوا بقى يشتموا يعني. هودج قعد يشتم بقى في عزب، احمد عزب وبتاع مش عارف ايه، وراح مطرود. بس برضه يعني ما اللي هو في ايه، كان ماتش بجد. المشكله مش حكام، المشكله في الترابيزه اللي هو ليه اصلا يعني يرمي مدرب
يعني ازاي يعمل حاجه زي كده؟ انا بقول لك يعني هو اصلا حتى كان محمد جو هو اللي بيعلق على الماتش، قال انا عمري في حياتي ما شفت حاجه زي كده، ولا في الدوري، في دوري من الدوريات اللاتينيه ولا اي حاجه. عشان مثلا في امريكا اللاتينيه هم مجانين مثلا بقى، وبيبقى فيه ما شتيمه لا، في امريكا اللاتينيه جانجسترز يا بابا، ده ممكن يطلع لك مسدس في عز الماتش ويقول لك لا انا اتجنن عليكم وانا بقى عليكم. بس حاجه غريبه بجد، انا ما شفتش حاجه زي كده. زي محمد جو قال برضو اللي هو يعني هو دلوقتي الحكام بتشتم. يعني لو كانت الحكام فضلت تشتم، اقصد الجماهير بتشتم يعني. طب دلوقتي انت طردت اوجوستي طردت مرعي، هما قاعدين لسه بيشتموا. طب انت هتضرب في اللعيبه، عملت هتطرد ايه اللعيبه يعني؟ ولا هتطرد لا ايه؟ عملت انت ايه كده يعني يا عبقري هتطرد انت؟ الاسيستنت بعد كده، وبعد لما الاسيستنت مثلا يطرد، هل هتطرد لعيبه بقى تانية مثلا؟ هتقعد تطرد بقى في لعيب لحد ما. عامة قولوا لنا لو عايزين نعمل، يعني احنا ممكن نتكلم كده على الدوري المصري سريعا في اخر حلقة، يعني لا ننزل حلقة وحلقة. لا خالص. انا هتكلم فيه لوحدي، هجيب حد انا غيرك، ما انا عنديش اتشتم مشكله انا. اتكلم فيه والله، بس انا خايف يعني، خايف من رد الناس. يعني زي ما انت شايف اهو، يعني ازاي اصلا يطرد المدرب؟ ليه؟ وعشان الجمهور بيشتم؟ بجد ما فيش اي منطق، يعني مش شايف لها اي منطق خالص. طيب فاحنا هبدنا كتير النهارده. اه كالعاده. اقول لي في حاجة، اعتقد احنا اتكلمنا على كل حاجة. مهم. و تعالى الحلقة الجاية كده نعمل ريتنج قولوا لنا ايه رأيكم نعمل ريتنج للجيرزيز بتاعت السيتي اديشن، عشان كلها كانت نزلت الأسبوع اللي فات ده. مم. ممكن نعمل ريتنج كده يعني نقي انت أحسن 5 جيرزيز عاجبينك، وأوسخ 5 زي ما مروان سيري بيعمل أوسخ 5 تيشيرتات وأحلى 5 تيشيرتات. خمس تيشيرت. اه، عشان في حاجات وحشة أوي، في حاجات لا في سيئة حاجات يعني. في حاجات منتنه مش وحشه، في حاجات منتنه. بتاعت شارلوت دي بجد، ايه القرف ده؟ كاتبين CLT ولا مش عارف، تقريبا ده الاريا كود بتاع او المطار بتاع شارلوت، يعني اللي هو CLC يا محمد، CLC. وبتاعت فينيكس الزرقاء دي مش عجباني خالص برضو. وبتاعت الوريورز ام وردة. انت الوريورز ام ورده صفرا دي كله وتيشيرت. بيدخل التيشيرتات جوه، فاهم؟ فمش اه اللي بتبانش هو بس. يا رب ما حد يشوفني وانا لابس البتاع دي. كوري اصلا كان متصور قرفان اصلا وهو طيب فذاكر انت بقى ال5 جادجز، وقولوا لنا في الكومنتس بتاعت الحلقة دي، قولوا لنا احلى جيرزيز عجبتكم ايه، اوحش جيرزيز عجبتكم. احنا في اسئلة كتير اهو كده النهاردة. آه، قولوا لنا ايه اكتر 5 جيرزيز عجبتكم من السيتي اديشن، واوحش 5، ونتناقش فيها الحلقة الجاية. حاجة برضو تغيير، بدل ما احنا عمالين كل مرة نتكلم على الليكرز، نملى الوقت بتاع الليكرز اللي ملوش لازمة ده، وهي فرقة هتهبط انا اصلا، مش عارف نملاه بحاجة اصلا، مفيدة. بحس والله ان احنا بنتكلم عن الليكرز 60% من الوقت او 50% من الوقت. اي كل حاجه، الميديا اي كده. توبيك، اي حاجه بنخش فيها بنلف الدنيا وبنمحورها برضه بتيجي على الليكرز برضه، مش عارف ليه. هي نتس وليكرز هم اللي عليهم السبوت كله. مش عارف ليه والله، السبوت لايت على كواي لينارد فرقتين يعني كانوا بس. بيقولوا ان هو يعني هيرجع اليومين دول يعني. وعم بقى يخليه زي ما هو كليبرز يعني، عامله زي الخياره، يوم عليها يوم ليك ويوم خلاص بقى. فيك بس يعني وقت ما يجي يعني ينور. انا بحب كواي ده يعني زي اخويا الصغير. اخوك الصغير ماشي. هو ممكن يمسكك كلك بايده اصلا. يا نهار ابيض، ده ايده يعني مش هقول لك قد وشي لان وشي صغير. ايده مثلا ممكن تكون قد من هنا لهنا مثلا، وينج سبان هو بتاعي ممكن مثلا. يمسكك كده، يمسكك مسكني كده كده. فاهم. طيب خلاص، قشطة. ماشي، احنا وصلنا كده لنهاية الحلقة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب، وجاوبوا على الأسئلة الكتير اللي احنا سألناها النهاردة. لو وصلتوا لهنا يعني احنا بنشكركم جدا لو وصلتوا لهنا. بس ونشوفكم الأسبوع الجاي، وإن شاء الله خالد يكون خف ونرجع بقى يا رب، للصيد. انا كنت لسه هعمل سلام. اه كنت. اه ان شاء الله ماشي، اكون خف. وإن شاء الله نشوف موضوع اللايف ستريم ده خلاص. اه ان شاء الله. ماشي، يلا سلام.